السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الثانوية العامة، أخباركم عاملين إيه؟ حبايبي طلاب أولى وثانية وثالثة ثانوي، جينا ميعادنا النهارده مع المحاضرة الأولى من الكورس التأسيسي في اللغة الإنجليزية. المحاضرة دي هتفيدنا كتير جدا في خلال المنهج بتاعنا، لأن هي محاضرة تأسيسية بنتكلم فيها عن أساسيات اللغة، لأن دي لغة إنجليزية زيها زي أي لغة ثانية، زي العربي والأسباني والفرنسي والإيطالي، زيها زي أي لغة. بتتكون من شوية حروف، شوية الحروف دول نجمعهم يعملوا لنا كلمة، كلمات نجمعهم يعملوا لنا جملة، جمل نجمعهم مع بعض يعملوا لنا باراجراف أو إيسي، مقال، زي ما هناخد في خلال المنهج بتاعنا إن شاء الله. لو يا ريت نهتم شوية بالكورس ده، عشان حبايب طلاب ثالثة ثانوي بيبقى عندهم شوية أسئلة في الأساسيات اللي سيادتك واخدها في ابتدائي وإعدادي وأولى وثانية ثانوي، فركز معايا عشان الحاجات دي هنستفيد بها كتير قوي في الفترة الجاية إن شاء الله. يلا نبدأ. قبل ما نبدا في اول الاجزاء، عايزك بقى معايا كده تركز من الحاجات اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي. قبل ما نبدا في اي حاجه، عايزك بقى تركز معايا كده في الحاجات الاساسيات اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي، قبل ما اكلمك عن اي حاجه في الكورس اللي احنا هنتكلم فيه. سيادتك كان لسه قبل ما ابدا قايل لك ان اللغه بتاعتنا عباره عن شويه حروف بنجمع منها كلمات، او شويه كلمات بنعمل منها جمل. سيادتك هتقول لي ما انا عارف يا مستر، انا مثلا لو عايز اقول علي سعيد هتلاقيني بتقول لي مثلا كده علي هابي. طب سيادتك عملتها لي كده ازاي؟ انا مبدئيا لو شفت المنظر ده هتلاقيني بقول لك الكلام ده غلط. طب ليه ما مستر اهي علي هابي، علي سعيد؟ اقول لك لا، لازم الجمله بتاعتنا يكون ليها قاعده اساسيه احنا بنمشي عليها. طب ايه القاعده دي؟ لازم تبقى سيادتك عارف ان اي جمله بتاعتنا بنكونها من حاجه اسمها subject، يعني بالعربي كده فاعل، وكمان verb يعني فعل، وكمان في اخر حاجه اوبجكت يعني مفعول. الاوبجكت ده مش شرط يكون اوبجكت، ممكن يكون حاجه اسمها كومبلمنت يعني تكمله الجمله. يبقى عندي اهم حاجتين في الجمله هما ايه؟ الاوبجكت سبجكت والفيرب. طب ايه هو السبجكت؟ هقول لك ان السبجكت ده هو الاسم اللي انا ببدا بيه الجمله، او الضمير اللي ببدا بيه الجمله. يبقى انا عشان اعرف اكون جمله محتاج اعرف هي ايه الكلمات اللي انا ممكن استخدمها عشان اعمل بيها جمله. ممكن استخدم اسم، ممكن استخدم ضمير، ممكن استخدم صفه، ممكن استخدم ظرف اللي بنقول عليه بالعربي حال، او ممكن استخدم افعال، ممكن هنا استخدم حروف جر. طب ايه الكلمات اللي انا ممكن استخدمها عشان اعمل بيها جمله؟ وانت تقول لي طب انا مستخدم اهو علي وحطيت هابي. هو انا مش بستخدم اي جمله وخلاص، او مش مجرد استخدم اسم وصفه واحطهم على بعض وتقول لي عليه سعيد، لان اللغه ليها قواعد ثابته لازم نمشي عليها. ما انت لو عايز تبني بيت مش هتجيب شويه طوب وتحطهم فوق بعض وخلاص، هتبقى محتاج اسمنت، اللي هي القواعد الجرامر بتاعتنا، التنسز، الازمنه. يعني لازم جمله يكون فيها سبجكت فاعل وفعل ومفعول. يعني هنا انت قلت علي هابي، ادي السبجكت اللي هو علي، وادي الاوبجكت اللي هو المفعول. طب فين الفعل بتاع الجمله؟ فين الفعل؟ مفيش. يبقى انت الجمله بتاعتك كده بقت غلط، مش راكبه، مش ماشيه على الاساس بتاع الجمله بتاعتنا. طب واحد تاني هيشغل دماغه يقول له مستر طب انا هكتب علي ار هابي. قال يعني انت كده شغلت دماغك. لا يا حبيبي، عندك هنا ار ما نستخدمهاش مع الاسم المفرد، يبقى عشان كده انا مش مجرد ان انا احط سبجكت وفيرب واوبجكت، مش هحط اي فيرب. لازم قواعد اساسيه تعرفنا احنا هنستخدم ازاي الفعل بتاعنا في الزمن بتاعه، او تكوين الفعل ده مع الفاعل بيبقى عامل ازاي، او الفاعل ده بياخد ايه من الافعال بتاعتنا. فار دي ما تنفعش خالص مع علي. فهمنا؟ طيب قبل ما ابدا في الجزئيه اللي جايه دي، انا عايزك بس كده تركز معايا في الجزئيات اللي احنا هنقولها دلوقتي دي. تمام؟ انا كنت بكلمك دلوقتي ان احنا الجمله بتاعتنا ممكن يكون فيها اسم، ممكن يكون فيها ضمير، ممكن يكون صفه او فاعل، او ايا كان النوع الكلمه اللي احنا بنستخدمها. فعايزك كده معايا بالله عليك تركز في الحاجات اللي احنا هنقولها، اللي هي تخص اجزاء الكلام، او بمعنى ادق انواع الكلام اللي احنا بنستخدمه. تمام؟ واول حاجه معانا وهي الناونز. هو يعني ايه ناونز اصلا؟ ناونز دي معناها الاسم، الاسماء. تقول لي يا مستر انا خدت كلمه اسم يعني نيم. اقول لك انا عندك كلمه نيم، ده الاسم الذي يطلق على الشيء. انما نون الاسم بشكل عام هو النون. اسم ليه؟ اسم الشخص، اسم البيرسون اللي هو الشخص، او اسم بليس اسم المكان، اسم thing الشيء،
او اسم الانيمال الحيوان. يبقى النون بتاعنا هو الاسم الذي يطلق على الشخص او المكان او الشيء او الحيوان. طيب يبقى ده بنسميه ايه؟ نون. بس الاسماء عندي نوعين، في اسماء اقدر اعدها countable، في اسماء ما اقدرش اعدها uncountable. فالاسماء عندي countable nouns و uncountable nouns، اسماء معدوده واسماء غير معدوده. غير معدود يعني ايه؟ يعني انا ما اعرفش عدده كام. نفترض مثلا دلوقتي انت معاك book كتاب واحد، لو حبيت معاك 5 books جمعتهم اهو، يبقى انت معاك حاجه مفرده تقدر تجمعها. الحاجه اللي اقدر اقول عليها 1 2 10 5 20 قدرت اعدها واديها عدد واجمعها، في الحاله دي اقدر اقول عليها countable nouns. يعني ايه countable nouns؟ يعني الاسم الذي يمكن جمعه، اقدر اجمعه، الاسم اللي اقدر اجمعه وادي له عدد، اقدر ادي له ايه؟ عدد. طيب تعالى كده معايا اعرفك ايه هي الكاونتبل نونز. تعالى كده معايا اعرفك ايه هي الكاونتبل نونز. يعني ايه كاونتبل؟ انا لسه قايل لك الاسم المفرد اللي اقدر اخليه جمع. يعني الكاونتبل نون ده ينفع يبقى سنجلر اسم مفرد واقدر اخليه بلورال يعني جمع. تمام؟ طيب احنا ايه هو الاسم المفرد؟ طيب قبل ما نكمل كده عايز اقول لك شويه تعرف معايا هنا ايه هو الاسم ايه المفرد. الاسم المفرد سيادتك، الاسم المفرد اي اسم زي نفترض مثلا كلمه بوك، تمام؟ او مثلا كلمه انجل، تمام؟ انت خدت زمان وانت في اولى ابتدائي وثانيه وثالثه لحد ابتدائي كلها كنت بتاخد الميس تقول لك اي كلمه تبدا بحرف ساكن اديها واي كلمه تبدا بحرف متحرك ادي لها وانا بقول لك الكلام ده ما ينفعش. طب ليه؟ لان انا عايز اقول لك ان احنا مش بنتعامل على اساس الحرف اذا كان متحرك ولا ساكن، انا بتعامل مع على اساس الصوت ساكن ولا متحرك، انا بتعامل مع الاصوات بتاعتنا. طب افكرك بيهم تاني، ايه هي الاصوات المتحركه؟ الاصوات بتاعتنا A E I O U، دول اسمهم اصوات متحركه مش حروف. بدليل انا عندي مثلا كلمه من الكلمات وهي كلمه اور. كلمه اور، كلمه اور يعني ساعه، ساعه واحده بس، عدد من الساعات يعني، عشان نقول 5 hours 5 ساعات، انا عايز اقول ساعه واحده بس. ساعه هتيجي هنا الكلمه دي بدات بحرف الاتش ساكن اهو، هل ده معناه ان انا ممكن اديها لا طبعا. ليه؟ لان اول صوت خرج مني هو صوت الاو. انا قلت ايه؟ اور، يعني الاتش ما اتنطقتش يبقى اول صوت خرج مني هو الاو مش الاتش. يبقى الاتش اللي هنا دي مالها سايلنت، فبالنسبه لي انا بتعامل على اول صوت خرج من الكلمه مش اول حرف في الكلمه. تمام؟ فبالنسبه لي هنا هستخدم ان اور لان اول صوت خرج مني صوت او، وصوت الاو متحرك. كلمه كمان بتبدا بحرف متحرك، مثلا كلمه يونت. يونت يعني الوحده زي يونت 1 ويونت 2. يونت، تعالى سيادتك انطق لي حرف اليو. هنا انت قلت ايه؟ مش زي انكل، انت قلت هنا ايه؟ انكل، فاستخدمنا له ان وده صح. طب ليه؟ لان هنا حرف اليو بتاعنا ده اللي احنا نطقناه ليه صوتين، ليه صوت اقدر عليه كونسوننت يعني ساكن، وليه صوت فاول يعني متحرك. يبقى الحرف ده ليه صوتين، صوت ساكن وصوت متحرك. سيادتك ساكن يعني بتنطقه زي الكلمه اللي قلناها دلوقتي دي، مثلا هنكتب لك غيرها اهو امبريلا. انا بدي لك امثله بحاجات بسيطه خالص ويكاد تكون خدتها في البدايه وعارفها من زمان. كلمه امبريلا حرف اليو هنا سيادتك نطقته ايه؟ امبريلا صوت متحرك. يبقى طالما نطقت صوت متحرك هتستخدم لها ان. انما اليو لو انت لقيت نفسك بتقول يو كده لا ده صوت ساكن، انت بتقول ايه؟ يو، اول حاجه خرجت منك هو صوت ي، وصوت الياء ده صوت ساكن. فالصوت الساكن ده زي مثلا كلمه يونيفرستي. يونيفرستي يعني جامعه اهو، يونيفرستي، فتدي لها هنا بقى في الكلمه يونت صوت صوت ايه ده؟ صوت ساكن، والصوت الساكن ياخد يونت. يبقى انا بتعامل على اساس الصوت مع الاسم المفرد الذي يعد. امتى بستخدم وان مع الاسم المفرد الذي يعد؟
وعلى اساس الصوت الساكن او الصوت المتحرك. تمام؟ تعال ارجع معايا كده في الجزئيه اللي كنت بكلمك عليها دلوقتي. تمام؟ ونتدرب عليها ايه شويه مع بعض. انا قلت لك ان الاسم المفرد الذي يعد بنستخدم معاه كلمه بشرط يبدا بصوت ساكن، صوت ساكن مش حرف. يعني مثلا امثله بسيطه اهو: book، tree، pen، man. او ان احنا نستخدم مع الاسم المفرد الذي يعد وحط خط كده، مليون خط تحت كلمه يعد، ان مش اي اسم نحط له او لازم يكون يعد. تمام؟ او ومفرد. تمام؟ او دول ادوات الاسم المفرد الذي يعد بشرط يبدا بصوت متحرك. تمام؟ انت عارف الكلمه دي ابل اهو، حرف الايه صوت متحرك. an apple، an egg، an ice cream، an umbrella، وهكذا. سيادتك معاك هنا. تعالى كده نشوف مع بعض الاسئله دي. هنا عندك كلمه elephant، اول كلمه هنا ايه هي؟ elephant. اول صوت خرج من سيادتك ايه؟ صوت elephant، صوت متحرك، يبقى نستخدم لها an. طب هنا عندي كلمه كات، صوت الساكن برضو ياخد هو. هنا الاتش نطقناها، اوعى تقول لي ما نطقناهاش. هورز، صوت الاتش برضو صوت ساكن. يونت، سمعك، ايوه جدع. هنا هتاخد اوعى تقول لي ان اول ما تشوف اليو تقول لي لا دي متحرك. هقول لك هو كحرف حرف متحرك، لكن ليه صوتين، صوت ساكن وصوت متحرك. يونت. هنا بقى يونيفرسيتي، نفس النطق اللي اتنطق هنا، نفس النطق، فيبقى شوف بقى اللي جايه دي. سيادتك خدت بالك من حرف الاتش اللي كان سايلنت. طب تعالى خد بقى كده هنا بقى، لاول لحظه سيادتك هتشوف حرف الام هتقول لي ان دي وانا اقول لك لا للاسف. انطق كده معايا ام بي 3 ام قبل ما تنطق حرف الام لقيت نفسك بتقول ام، يبقى صوت فيه خرج قبل ما تنطق الميم، الصوت بتاع الام قلت يعني كانك قلت كده ايه ام. شايف الايه في الاول عندي ايه ام، فنستخدم ان. يبقى عشان انت سيادتك كانك حطيت حرف اي في اول النطق. تمام؟ مش معنى ان ده ساكن تروح انت هابد على طول بتاعتك لا، تاخد بالك وتحط لي ان عشان على حسب الصوت بتاعنا ونطقها. وده سؤال اساسي في الاول والان وبيجي كتير قوي في ثانويه عامه. كلمه انسكت حشره، الاي نطقناه تاخد ان. كاروت، تمام. فيت صوت ساكن، ممتاز. تعالى بقى للكلمه دي، هتقول لي لا بقى الكلمه دي فيها حرفين متحركين اهم. طب اقراها لي يلا. يوروبيان كانتري، دوله اوروبيه. سيادتك انت هتاخد او ان على حسب كلمه كانتري، لان دي معناها دوله، انما دي صفه. الصفات احنا ما بنحطلهاش لا ولا بشرط لو كان جالها اسم كده لا نضطر نحط او ان عشان الاسم مش عشان الصفه. تمام؟ طيب هنا بقى كلمه يوروبيان كانتري، انطق لي كده حرف الاي ما اتنطقش، بس ايه اللي احنا نطقناه؟ اليو نطقت يو ساكن، تاخد مش ان، لا مش ان. تمام؟ اور انت لسه قايلها لي دي يا مستر، الاتش سايلنت ناخد من الاو تبقى ان. اقرا لي دي، اقرا كده اس اول صوت خرج من دي زي انت قلت ايه؟ اس كانك نطقت اي في الاول، فتنطق تستخدم لها ايه؟ ان. ممتاز، 100. اعتقد وصلت ازاي بنفرق ما بين الاسم المفرد اللي بيبدا بصوت متحرك والاسم المفرد اللي بيبدا بصوت ساكن، مع ان الاثنين كده هنستخدم معاهم او ان بشرط يكون اسم معدود اقدر اعده يعني. طيب الاسماء المفرده دي انا اقدر اجمعها. سيادتك برضو اخدت معايا زمان ان اي اسم مفرد سيادتك تقدر تجمعه باضافه باضافه ايه؟ ركز معايا تاني. اي اسم مفرد سيادتك تقدر تجمعه باضافه اجمعها ازاي باضافه اقول لك.
انت مش يعني طبعا مش دي القاعده الاساسيه، احنا في قواعد ثانيه لاضافه الاس مع الجمع عشان اجمع يعني. اي اسم مفرد اولا عشان تجمعه لازم يكون اسم مفرد يعد. يعني ايه اسم مفرد يعد؟ زي مثلا احنا كنا ورا قايلين ابوك، ابوك لسه من شويه قايلين ابوك، انا عندي للاسم المفرد. تعالى نجمع. لو حبيت اجمعها قلت لك بنجمع باضافه اس اهو بوك، وهنضيف لها احنا اس هتبقى بوكس. تمام صح، ماشيه جدا على القاعده. تمام. طب انا ليه ما حطيتش لان احنا قلنا دي اداه مفرد، فانا لما اجمع طبيعي هشيلها. يبقى بنشيل وان في حاله الجمع لان هم ادوات مفرد. تمام 100 100. ولما اجي بجمع باضافه اس، او عشان تجمع بنجمع باضافه اي اس. برضو الاسم المفرد اقدر اجمعه باضافه اي اس. ده امتى؟ لو كان الاسم انتهى بسي اتش، يعني اخر كلمه اخر حرف في الاسم سي اتش او اس اتش او اكس اس او اس اس، او حتى كانت او حتى كانت زد. ازاي بقى؟ نفترض مثلا انا اللي في ايدي دي واتش، واتش واتش يعني ساعه، ساعه يد. ده المفرد، واحنا في الجمع بنعمل ايه؟ بنشيلها. تعال اجمع معايا كده اخر حرفين هنا سي اتش، واحنا قلنا اللي اخره سي اتش بنجمعه باضافه اي اس، فجمعها هيبقى واتشز. طب ليه بنجمعها باضافه اي اس مش بي اس؟ لان سيادتك مش هتقدر تنطق مع الصوتين دول، صعبين جدا تدمجهم مع بعض، زي حرف السين والشين في اللغه العربيه. ما تقدرش تنطق سين وشين، صعبه النطق، فبنسهل عليك وبنحط لك حرف اي عشان يسهل شويه النطق. برضو ممكن اجمع الاسم المفرد بتاعنا باضافه اي اس. تعالى كده واحنا بنجمعها. انا عندي مثلا كلمه بارتي، وهحط لك عشان هي مفرد. بارتي حفله، اخر حرف فيها حرف واي، وحرف الواي ده لما يكون قبليه حرف ساكن. بص كده، ايه اللي قبل الواي هنا؟ حرف ساكن. نعمل ايه؟ قاعده تقول لك احذف حرف الواي وحط لي مكانه اي اس. تعالى نعمل كده نطبق اهو. بارت اخرها واي شلناها، حط اي اس. تمام. يبقى اي جمع مع الاسماء المفرده التي تعد عشان اجمعه، اول خطوه بشيل ادوات النكره، اشيل ادوات المفرد اللي هم وان، وبعدين اجمع باضافه اس لكل الاسماء، او باضافه اي اس للكلمات اللي بتنتهي بسي اتش، اس اتش، او اكس اس، او زد، او الكلمات المفرده التي تعد اللي بتنتهي بحرف بحرف الواي، وقبل الواي ساكن، بنعمل نحذف الواي ونحط اي اس. تعالى للجديد بقى اللي مش كتير يعرفه. انا عندي اسم مفرد ماله اخره بنجمعه بفي اي اس. ايه ده؟ لا دي جديده، دي انا ما اعرفهاش. طب ركز بقى، سيادتك عندك جمع بالفي اي اس؟ ازاي؟ قول لي عليها يا مستر. اقول لك الاسماء اللي بتنتهي بحرف الاف. كمان الاسماء اللي بتنتهي بحرف الاف اي. يعني اي اسم ينتهي بحرف الاف او اي اسم ينتهي بحرف الاف اي بنعمل له ايه يا مستر؟ سيادتك بتحذف الاف وتحذف الاف اي وتحولهم للفي اي اس. طب اديني مثال. اقول لك عندك هنا كلمه نايف، اهي، نايف سكينه. تمام. نايف اخرها اف اي، وانت بتجمع شيل الاف اي وتحولها لي لناي فيز. شفت انا عملت ايه؟ نايفز حولتها لك لفي اي اس. كمان عندك وولف، وولف ذئب. ماله؟ اشيل ادوات المفرد وتشيل الاف وتحولها لي لولفز. كمان مثال عشان خاطري، وايف، وايف. سيادتك عايزين تحولها وايف يعني زوجه واحده، سيادتك مبسوط قوي ان انا هجمعها لك،
خليهم لك 4 دلوقتي، فتبقى ايه؟ وايفز. 4 زوجات اخرك ده، اوعى تزود عن كده. تمام، تعالى بقى نرجع مع بعض هنا للجزئيه بتاعت الجمع، ونعيد الكلمات اللي احنا قلناها دي مع شويه امثله. عندك انا لسه قايل لك ان اسم اللي عايزين نجمعه بنعمل ايه؟ بنجمعه باضافه اس او اي اس او اي اي اس. وقلنا امتى؟ قلت لك ان احنا الاسم اللي المفرد اللي عايزين نجمعه بنجمعه باضافه اس. اي اسم مفرد يا مستر؟ اي اسم مفرد يعد بنجمعه باضافه اس. فلاور فلاورز اهي باضافه اس. ويك ويكس. ترين ترينز. بلين بلينز، وهكذا. طب امتى بجمع باضافه اي اس؟ قلت لك لو انتهى باس اتش سي اتش اس اكس او او. اباس باسز، لان هي اصلا اخرها اس، سيادتك هتحط لي اس تاني ازاي؟ ها؟ واتش واتشز. بوكس بوكسز. توميتو اخرها او توميتوز. مانجو مانجوز. ديش ديشز. كمان الاسماء اللي بتنتهي باي بجمعها باضافه اي اي اس اخرها واي، شرط يكون قبلها ساكن. طب يقول لي طب يا مستر طب لو هي قبلها متحرك؟ هقول لك اكيد مش هسيبك. بنحذف الواي اهي ونحط مكانها اي اي اس. بيبي طفل رضيع جمعناها باي اي اس. بارتي شلنا الواي بارتيز، وهكذا. مش قلت لك مش هسيبك لو الواي قبلها حرف متحرك؟ هعمل ايه؟ هل هي تبع القاعده بتاعت الواي اللي قبلها ساكن؟ لا. طب هل هي تبع القاعده بتاعت النهايات دي؟ لا برضه. ترجع سيادتك للقاعده الاساسيه، وانا قلت لك اي اسم مفرد يعد في حاله الجمع اسمها سيادتك بتجمع باضافه ايه؟ اس. ابوي ادي او متحركه، اجمع باضافه اس. اداي دايز. مونكي مونكيز. اكي كيس، وهكذا. تنساش برضو شلف اخرها اف شلفز. نايف نايفز. اوايف وايفز. وولف وولفز، وهكذا. تنساش ان برضو مش كل الاسماء المفرده اقدر اجمعها باضافات اللي احنا قلنا عليها. زي ما عندنا في افعال منتظمه في افعال غير منتظمه، زي ما عندي اسم منتظم في كمان اسماء غير منتظمه، وعندي صفات منتظمه وصفات غير منتظمه. يبقى لازم سيادتك تبقى عارف ان كل انواع الكلام في منه منتظم وفي منه غير منتظم على القاعده. يعني ايه؟ يعني انا عندي في اسماء اقدر اجمعها بالاضافات، وفي افعال ما اقدرش احولها لزمن معين الا لما شكلها يتغير، يعني مش هتاخد الاضافات في الزمن ده. نكبر. تمام؟ زي ايه؟ انا عندي اسماء معدوده، اسم يعد غير منتظم. طب غير منتظم ازاي؟ يعني مش هينفع اجمعه بالاضافات بتاعتنا المتعارف عليها، الاس والاي اس والاي اي اس والفي اي اس اللي احنا اتفقنا عليهم، مش هينفعوا مع دول. لان عندي كلمه مان جمعها من. woman women. ايه ده؟ طب اعمل ايه؟ سيادتك بتحفظ لي شكلهم في الجمع، بتبقى عارف ان كل الكلمات دي جمعها كذا. تمام؟ اطلع شويه. woman women. tooth teeth. fish جمعها fish، وهقف لك هنا ثواني. child children. foot feet. sheep sheep. ايه ده انت عامل لي هنا fish وقلت لي جمعها fish، وهنا اشيب جمعها شيب. بس هقول لك على حاجه كمان. سيادتك عندك كلمه fish برضو جمعها fishes. انت بتلخبطني ليه يا مستر؟ ما انت لسه قايل لي ان fish جمعها fish. امال ايه fishes دي؟ اقول لك حاضر يا سيادتك ماما اديت لك فلوس وقالت لك انزل هات لنا 2 كيلو سمك بلطي. نزلت انت عند الراجل عمو وزل لي 2 كيلو سمك بلطي. سيادتك جبت هنا ايه؟ جبت فيش، ما جبتش فيشز. طب ازاي؟ لان السمك كله من نوع واحد بلطي، فيبقى السمك الجمع من نوع واحد فيش. طب انت نزلت عند الراجل قلت له يا عمو انا عايز كيلو سمك بلطي وكيلو سمك دينيس وكيلو جمبري. كده انت عملت ايه؟ جبت فيشز، يعني سمك من انواع كتير. يبقى انت تاخد بالك من الجمع.
طب افرق ازاي ما بين فيش وافيش؟ اعرف منين اذا كانت مفرد ولا جمع؟ انت نسيت حاجه، اداه المفرد يا حبيب قلبي. نسيتها. تمام، يبقى لما يبقى عندك فيش تبقى مفرد، فيش بس تبقى جمع. وشيب نفس الكلام، شيب مفرد، شيب جمع. ده خروف ودي الغنم جمعها. a person شخص جمعها people، people ناس. a goose وزة جمعها geese with. a mouse جمعها mice. an ox oxen. a cactus جمعها cacti. ومعلومة بالله عليك كده ركز معايا في كلمة a mouse. سيادتك عارف الفار اللي بيجري عندكم في البيت ده؟ ماله جمعه مايس عشان ده حيوان. طب سيادتك بتبقى ماسك الفاره بتاعت الكمبيوتر بتاعك، ما اسمها ماوس برضه، ولكن جمعها ماوسز. ايه ده؟ مش ماشيه على القاعده. يبقى كلمه ماوس لما تبقى فاره كمبيوتر ده اسم منتظم وجمعها ماوسز. انما مايس مالها مايس؟ ده اسم الحيوان اللي بيجري في البيت ده، تمام؟ انما ماوسز لا، ده الفاره بتاعت الكمبيوتر، فارات الكمبيوتر ماوسز. تمام؟ في اسماء كمان حاجه غريبه قوي في الانجليزي، اسماء دايما جمع بس. يعني ايه دايما جمع بس؟ هي دايما مكونه يا من جزئين يا اما على بعضها كده بتتعامل معامله الجمع. اسماء بنعاملها معامله الجمع لان هي فعلا جمع. سيسرز مقص، هو مقص واحد ولكن مكون من جزئين. تمام؟ عندك جلاسز زي اللي انا لابسها دي، مكونه من جزئين. تراوزرز بنطلون، مكون من فرده يمين وفرده شمال، يبقى جزئين. جينز نفس البنطلون. شورتس بنطلون قصير شويه، شورت. تمام؟ بيجاماز، ايه بيجاماز دي؟ بيجامه قميص والبنطلون بتوع الجامه، الجزئين. يبقى اي اسم مكون من جزئين سيادتك عارف على طول ان هو اسم جمع. وافكرك بواحده كمان عشان ما تنساش، وهي كلمه شوز. ايه ده؟ حذاء، جزمتين، فرده يمين وفرده شمال. يا اسطى طب ينفع اخليها تبقى شو؟ طبعا يا حبيب قلبي تقدر تخليها شو، بس هتبقى فرده واحده مش جزمه كامله، فرده واحده بس من الجزمه. تمام؟ مفيش حد في الدنيا بيلبس فرده واحده. تمام؟ ده كان بالنسبه للاسم الايه الذي يعد. كل اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي ده كان بالنسبه للاسماء التي تعد. تعالى بقى للاسماء اللي احنا ما بنعرفش نعدها. سيادتك يعني ايه مستر ما بنعرفش نعدها؟ يعني سيادتك مش عارف تديها عدد. ايه هي بقى الاسماء اللي انا مش عارف اديها عدد وانا مش عارف اذا كانت هي مفرد ولا جمع؟ تعالى نتكلم الاول، هي مفرد ولا جمع؟ سيادتك كلمه ووتر، كوفي، ميلك، الكلمات دي سيادتك تقدر تدي لي عدد ليها؟ كده يا حبيب قلبي انت عرفت يعني ايه اسم لا يعد. تاني، كل السوائل، معظم الحاجات البودر اللي بتبقى بودره يعني، وعندك كمان الاسماء المعنويه. افكرك تاني بالاسماء المعنويه. ايه هو؟ الاسماء التي تعبر عن المشاعر، الوعي، الفهم، الاحساس، الادراك، حاجات بنفهمها ونحسها. تمام؟ طيب تعالى كده معايا افكرك بالحاجات دي. ووتر، تشيز، رايس، برفيوم، باستا، ماني. ايه ده؟ ماني يا مستر ما بتتعدش. ازاي ده؟ انا بابا بيديني كل يوم 200 جنيه. انت شفت انت قلت ايه سيادتك؟ 200 جنيه، 200 جنيه، ما قلتش فلوس. بس ما فيش حد في الدنيا بيعد بالطريقه دي. 1 فلوس، 2 فلوس، 5 فلوس، ما حدش بيعد كده يا حبيبي. تمام؟ فانت عندك كلمه ماني هي اسم لا يعد. بس ازاي يا مستر؟ ده انا بعدها زي ما قلت لك. عندك كلمه ماني احنا بنتكلم عن الكلمه نفسها، هي اسم لا يعد. الاسم نفسه ما بيتعدش، انما الفلوس بتتعد. كلمه فلوس لا تعد، انما الفلوس بتتعد. تمام؟ عندنا ميلك، كوفي، شوكليت، جوس، بريد، لاف. حبايب قلبي لاف ده اسم ايه؟ اسم معنوي لا يعد. اقول لك كمان عندك كلمه انفورميشن. انفورميشن. اوعى سيادتك حبيب قلبي الاقيك بتعمل لي ايه؟ تروح جاي اروح ضايف لها اس انفورميشنز. لا يا حبيبي، ده اسم لا يعد ما تقدرش تجمعه. هتقول لي ازاي يا مستر؟ ده انا بقول عليها بالعربي معلومات. اقول لك لا، ركز، احنا بنتكلم عن الاسماء المعنويه. لو انا جيت اقول لك ان انا هدي لك، ركز معايا، انا هدي لك معلومات، هتقول لي يا مستر ثواني انا هجيب حاجه اخد فيها المعلومات؟ اكيد لا، لان ده اسم غير ملموس. يعني ايه غير ملموس؟ يعني حاجه لا بنشوفها ولا نقدر نمسكها. تمام؟ فبالتالي حاجه بنفهمها زي ما قلت لك من شويه. تمام؟ يلا بريد. ايه ده بريد ده مستر؟ احنا بنعد البريد. اقول لك انت بتعد، ما بتقولش عيش 5 عيش ولا 10 عيش، مش بتعد كده، سيادتك بتقول رغيف.
طب يا مستر انا طلعت في دماغي وعايز الاسماء اللي ما بتتعدش دي انا عايز اعدها. اقول لك ماشي يا حبيبي يلا نعدها مع بعض. يلا تعدها ازاي؟ احنا هنجيب حاجه اسمها ادوات التجزئه. يعني ايه؟ يعني ايه كميات؟ يعني ايه ادوات تجزئه؟ الكميات بنسميها بالانجلش كوانتيتيز. الكميات الحاجات اللي انا بنحط لها كميه عشان انا اقدر اعدها. يعني ايه؟ انا عندي واتر مش عارف اعدها، خلاص حطهم في ازايز وقول bottle of water. bottle of water. a bottle of water ازازه واحده ميه. طب ما تيجي نجمعها 3 bottles of water. 3 bottles of water وهكذا. a piece of cheese قطعه جبنه. a dish of rice طبق رز. a bottle of perfume. a bottle of perfume ازازه عطر. a plate of pasta طبق رز. a bag of money على قلبك كده انت ايه زي العسل، شنطه فلوس ربنا يوعدك. تمام. a glass of milk كوب من اللبن. a cup of coffee فنجان قهوه. a bar of chocolate قطعه شوكولاته، لوح شوكولاته. تمام. a glass of juice كوبايه عصير. a loaf of bread. حبايب قلبي اللي مركزين لو حبيت تجمع كلمه لوف هتعمل ايه؟ جدع الناس اللي مركزه يا مستر دي اخرها حرف الاف وانت قلت لنا اي كلمه في حاله الجمع اخرها اف سيادتك بتحولها لفي اي اس. ممتاز. a bowl of soup. a bowl of soup يعني سلطانيه او الطبق المجوف ده بتاع المشروبات او الحاجات السائله زي سوب شوربه. طبق من الشوربه، سلطانيه من الشوربه. طيب يعني من الاخر الاسماء الغير معدوده دي ما اقدرش اعدها او ما اقدرش اجمعها، ولكن اقدر اجمع كميتها. يعني ايه اقدر اجمع كميتها؟ بشوف الكميات بتاعتنا دي. يعني مثلا كلمه بيس اهي اقدر اجمعها واقول بيسز. يعني الاسماء اللي احنا بنستخدمها ككميات نحطها للاسماء التي لا تعد هي اللي بنجمعها. تمام. وهكذا. سيادتك عرفت معايا دلوقتي كل انواع الاسم سواء كانت كاونتبل او ان كاونتبل، سواء كانت مفرد او جمع، وتعاملت مع المفرد الذي يعد والمفرد الذي لا يعد. تمام. وهكذا. جينا لنقطة مهمة قوي وهي يا حبيب قلبي البروناونز، وركز معايا عشان هسألك في الحاجات دي كويس قوي. تمام. طيب ايه يا مستر ايه هي البروناونز؟ دي الضمائر. انا خدتها مثلا اللي هم اي ويو ويوزي وهي وشي وات. الضمائر مش دول بس، الضمائر مش دول بس، هم كلامك صح، بس الضمائر عندنا هتخليني ارجع هنا واقول لك ان الضمائر بتاعتنا البروناونز ممكن تبقى موجوده في الجمله بتاعتنا على هيئه subject. يعني ايه subject؟ فاعل. وممكن تبقى موجوده على هيئه object. object يعني مفعول. يبقى سيادتك عارف ان الجمله فيها subject والجمله فيها object. يبقى يعني ايه؟ يعني في فاعل وفي مفعول، وعلى الاساس ده انت سيادتك تبقى عارف ان عندي subject pronoun ضمائر فاعل وobject pronoun ضمائر مفعول. يعني ضمائر الفاعل دي اللي انا ببدا بيها الجمله في بدايه الجمله لانها فاعل. يعني لما اجي ابدا الجمله بتاعتي هلاقي ان هنا هستخدم I. لو جينا هنا هتلاقي ان في السبجكت بتاعك هتستخدم I، تستخدم you، we، they، he وشي وات. يعني هنستخدم دول هم الفاعل، هم اللي بيعملوا الفعل اللي احنا حاطينه هنا ده تاني حاجه في الجمله. فتلاقي اي انا اللي بعمل ده، يو وي ذي الضمائر بتاعتنا احنا اللي بنعمل ده. طب هي الضمائر دي احنا بنستخدمها ليه؟ احنا بنستخدمها كبدائل للاسم. يعني بدل ما اقول احمد بلايز تنس ممكن اقول هي بلايز تنس كبديل لاحمد. يعني مش عايز اقول احمد كل شويه اقول احمد 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 في الجمل بتاعتي، فبنحط بدلها ضمير اللي هو او هي او نحن او انت ايا كان الضمير بتاعك. طيب تعالى كده نكمل. طب ده عندي كمان object pronouns ضمائر مفعول. انا الفاعل، لكن لو انا المفعول me him her it you us them. يعني ضمائر المفعول بتاعتي me him her it you us them. طب ليه بنقول عليهم ضمائر مفعول؟ عشان مكانهم مكان المفعول.
طب هو المفعول ده مكانه فين؟ سيادتك شايف مكانه فين؟ بص كده، بعد الفعل. يبقى ضمائر المفعول هي ضمائر بتيجي بعد الفعل على طول. هل المفعول برضه بيجي بعد الفعل بس؟ لا، ممكن يجي بعد حرف جر. يبقى ممكن كمان ضمائر المفعول تيجي بعد حرف الجر. تمام؟ بعد حرف الايه؟ الجر. ازاي؟ لو انت، خلينا نكتبهم بس الاول. اي تبقى مي، يو هتبقى يو، وي اللي هي اس، they them he him she her it زي ما هي it. دول ضمائر المفعول اللي بيعود عليهم الحاجه. يعني مثلا سيادتك عايز تقول انا، او عايز تقول احمد بعت لي انا رساله. سيادتك لو جيت هنا ورحت كاتب لي اي، الكلام ده غلط. عايز تقول احمد بعت لي انا، لا ما ينفعش. انت هنا اي، اتفقنا ان اي دي بنستخدمها في الفاعل، يعني في بدايه الجمله بس قبل الفعل. فتيجي هنا هتلاقي نفسك بتستخدم كلمه مي عشان انت المفعول. احمد سنت مي، بعت لك ايه؟ ا مسج. تمام؟ طب عايز اقول لواحد كده من فضلك بص لي، لوك، لوك ات، بص لي انا بقى. انا لو قلت اي هيبقى غلط. مين اللي هيبص؟ هو يبص لمين؟ ليا انا، يعني انا المفعول. فسيادتك بتتعامل مع المفعول لان هو اللي بيكون بعد الفعل او بعد حرف الجر. طب تعالى نعرف كده حاجه اسمها possessive adjectives، صفات الملكيه اللي بيكون بتوصف الحاجه بتاعتنا ملكيتها لمين، بتوصف الاسم ده ملكيته لمين. تاني، البوزيسيف adjectives دي هي الصفات الملكيه اللي بتوصف الاسماء ملكيتها لمين. يعني مثلا عايز اقول عربيتي، تمام؟ عربيتي انا، ماي كار. الكار دي ماي بتاعتي انا، ماي كار، ماين، سوري، ماي كار عربيتي. هيز جاكيت، الجاكيت بتاعه هو. هير دريس، فستانها. اتس تيل، ديل القطه، او اتس ليج رجلها. يور هاوس، البيت بتاعك. اور country، دولتنا. their، واي اسم يعبر عن ملكيه. يبقى عندك سيادتك my وhis her its your our their، شرط اساسي ان يكون بعديهم اسم عشان صفه الملكيه بتاعتك توصفها ملكيتها لمين. تمام؟ طبعا انا مش عايز استخدم صفه الملكيه، انا مش عايز اقول العربيه بتاعتي، انا عايز اقول ملكي بتاعتي انا. تمام؟ مش عايز اقول عربيتي، عايز اقول بتاعتي. فهتلاقيني بقولها ازاي؟ this car is mine، العربيه دي mine بتاعتي. his، this jacket is his، الجاكيت ده بتاعه. is his يعني ملكه. hers ملكها. it، هي it ضمير الملكيه بتاعها مش موجود، مش بنستخدمه، مش بيبقى موجود عندنا. اما كلمه you بنقول yours ملكك، ours ملكنا، theirs ملكهم. تمام؟ وهكذا. دول بقى احنا بنستخدمهم بالشكل اللي احنا هنقوله دلوقتي ده. تمام؟ ركز كده في اللي انا هقوله دلوقتي. تعال ركز معايا كده في المثالين اللي انا هديهم لك دلوقتي. اول مثال هتلاقيني اقول لك مثلا this is space house، وفي السؤال ده اديتك اختيارات وقلت لك our، ours، us، we. يلا ركز معايا كده، كلهم هتلاقيهم نفس المعنى تقريبا، يعني كلهم تابعين لكلمه وي، مشتقين من كلمه وي. بس انا عايز اقول البيت بتاعنا، يعني ده اسم. وانت لساش، انا لسه قايل لك انا عندي صفات ملكيه وعندي ضمائر ملكيه. صفات الملكيه انا بستخدمها عشان بعدها اسم بنوضح بيه ملكيته لينا او لاي حد ما. اما ضمائر الملكيه لا،
ما بيجيش بعدها اسم. ما بيجيش بعدها ايه؟ اسم. انت عندك هنا اسم، طبعا مش هينفع استخدم وي ولا ينفع استخدم اس، عشان ده ضمير فاعل وده ضمير مفعول، فدي سيادتك اول حاجه استبعدتها. عندك اورز، لا دي ما بيكونش بعدها اسم، يبقى انا عندي اور هاوس، بيتنا، اور هاوس. طب تعالى نفكر في جمله نفسها مع اختيارات مختلفه او نفس الاختيارات، يلا بس هي الجمله هتبقى مختلفه. This house is space. وقلت لك في الاختيارات نفس الاختيارات، our ours us we. يلا كده. انا المره دي قلت لك this ايه؟ house. ما قلتش this is. قلت لك ايه؟ this his house is. هل بعد النقط اللي احنا هنستخدمها هنا هل في اسم؟ لا مش موجود، يبقى ما فيش صفه ملكيه، مش هتنفع استخدم صفه ملكيه. طب انا عندي hours، خليها دلوقتي، يعني هل ينفع استخدم وي؟ لا. هل ينفع استخدم اس؟ لا. ليه؟ لان ده ضمير فاعل وده ضمير مفعول، فانا عايز اعبر عن الملكيه هنا، ما قداميش غير ours. هذا المنزل ملكنا، بتاعنا احنا، ملكنا. هذا المنزل ملكنا، بتاعنا احنا. تمام؟ وهكذا. كده سيادتك اعتقد فهمت الفرق ما بين صفات الملكيه وما بين ضمائر الملكيه. عندنا اخر حاجه خالص في الضمائر بتاعتنا، البروناونز. ايه هي؟ حاجه اسمها ريفلكسيف بروناونز. ريفلكسيف يعني منعكسه. طب بتنعكس على مين؟ تعال نشوف كده مع بعض. الضمائر دي، الضمائر المنعكسه بتنعكس على مين؟ بتنعكس عليا او عليك انت او على حسب الفاعل يعني. طيب ايه هم قبل ما اشرحهم لك بالتفصيل؟ تمام؟ اي ضمير منعكس عليها ماي سيلف، himself، herself، itself، yourself. لو كان بينعكس عليك انت yourself. طب انتم جمع تبقى yourselves. تمام؟ طب نحن ourselves. طب هم themselves. تمام؟ دي الضمائر المنعكسه عليا انا myself، عليه هو himself، عليها هي herself. يعني ايه؟ بنفسي او نفسي myself، نفسه هو himself، نفسها herself، itself نفسه او نفسها الغير العاقل، yourself نفسك انت، yourselves نفسكم انتم لو جمع، ourselves نفسنا، themselves نفسهم هم. تعالى كده اعرفك الفرق ما بينهم ايه. يعني مثلا لو جيت قلت we did our homework by، احنا عملنا الواجب بنفسنا. احنا اللي عملنا الواجب ايه؟ بنفسنا. عملنا ازاي بنفسنا؟ نفسنا دي اللي هي اور سيلفز. طب هي عايده على مين؟ عايده على الفاعل، هو اللي عمل الفعل ده بنفسه. يبقى احنا بنقول ان ضمائر المنعكسه بتاكد ان الفاعل هو اللي عمل الفعل ده بنفسه. يبقى اول استخدام للضمائر المنعكسه هو تاكيد ان الفاعل قام بعمل الفعل. تمام؟ تمام. طب تعالى كده اقول لك في جمله ثانيه، هقول لك she cut، هي جرحت. جرحت ايه؟ نفسها. نفسها ايه؟ herself. هي جرحت نفسها. herself عايد عليها هي، بس هنا ده مفيش تأكيد على الفاعل. يبقى الضمير ده منعكس على الفاعل، يا اما بيأكد ان الفاعل هو اللي عمل الايه؟ المفعول. بعض الحاجات اللي ممكن نغلط فيها لما يجيب لنا اسم كده ويقول لنا احمد، او خلينا نقول عادل، مش كل الامثله هتبقى فيها احمد. عادل مثلا and I went to the cinema by، واجيب انا في الاختيارات كده وتلاقيني بقول لك himself، myself،
themselves ourselves. تبقى محتاج سيادتك تركز معايا. عادل and I went to the cinema by. انا وعادل، لو سيادتك ركزت انا وعادل، سيادتك بتاخد عادل وبتنسى اي وتقول لي ده عادل اسم مفرد هيم سيلف، تروح واخد دي واقول لك لا للاسف غلط. طب ليه؟ لان انا بقول لك انا وعادل احنا الاثنين فاعل مع بعض، احنا الاثنين سبجكت، فالضمير اللي عائد علينا احنا الاثنين هيكون وي. والوي دي الضمير المنعكس عليها ايه؟ اور سيلفز. يبقى مش سيادتك تاخد بالك قوي من السبجكت اللي احنا بنعود عليه الضمائر المنعكسه. تمام؟ 100. تعالى كده معايا نحل شويه على اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للضمائر الايه بتاعتنا كلها، كل البروناونز. اول سؤال what sport does like to play؟ ده صيغه سؤال. طالما صيغه سؤال يبقى سيادتك عارف ان احنا في السؤال محتاجين فاعل يبقى موجود. انا قلت what sport does، هو مين اللي does؟ يعني انا هنا محتاج ايه؟ محتاج فاعل. ومين فيهم ضمير فاعل؟ himself لا ده ضمير منعكس. his لا ده صفة ملكية وفي نفس الوقت ضمير ملكية، ما ينفعش. him ده ضمير مفعول، ما ينفعش. يبقى سيادتك عندك ضمير فاعل وانت عارف ان في السؤال بستخدم فاعل. تمام؟ يبقى هي. السؤال الثاني my parents are proud of. ده حرف جر، وانا قايل لك مين اللي بيجي بعد حرف الجر؟ 100 ضمير المفعول. my parents are proud of. بابا وماما فخورين بمين؟ I me my mine، وكلهم تابعين للضمير I. اكيد مش I لان ده ضمير انا، ضمير فاعل. ومي ضمير مفعول بيجي بعد الفعل او بعد حرف جر. ايوه ممتاز، مي. تمام. This book belongs to my sister. هذا الكتاب belongs to my sister. هذا الكتاب ينتمي إلى، يخص أختي. It's space. ده بتاع أختي. يعني إيه؟ يعني ملكها. يعني إيه ملكها؟ يا إما her يا إما hers، وإحنا عارفين her لازم يكون بعدها اسم. هل في هنا اسم؟ لا. يبقى أنا محتاج ضمير ملكية اللي بيجي من غير اسم. تمام؟ طيب أنا بقى عايز أستخدم عندي أسأل على الملكية بتاعتي. عشان أسأل على الملكية بستخدم أداة الاستفهام whose، وأداة الاستفهام بتاعتنا دي معناها ملك من. يعني إيه؟ ملك مين؟ بتاعت مين الحاجة دي؟ تمام؟ وده أداة استفهام عشان سيادتك تستخدمها. وكلمة whose عشان سيادتك تستخدمها بتحط whose وبعدها على طول اسم الشيء. اسم أنهي شيء اللي سيادتك بتسأل على ملكيته. ولو كان الاسم ده مفرد سيادتك بتحط له is، ولو كان الاسم ده جمع سيادتك بتحط له are. يبقى whose jacket is، whose books are. وبتحط لو كان هو مفرد بتقول يا اما this يا اما that على حسب، وتعالى هكلمك عنهم دلوقتي. this و that لو كان هو اسم مفرد سواء كان قريب او بعيد. وبتحط لي هنا بعد ايه اسم ايه؟ these او those. وده كده السؤال بتاعنا. تمام؟ تعالى نعمل مثال. هتلاقيني بقول لك whose jacket، الجاكيت ملك مين؟ is الجاكيت ده مفرد فاستخدمنا is، ولو هو الجاكيت قريب مني وفي ايدي فبتلاقيني يقول لك مثلا whose jacket is this، ملك من هذا الجاكيت. طب لو كانوا كتب مثلا، الكتب دي بتاعت مين؟ هتلاقيني بقول لك whose books عشان جمع فهنستخدم are، ومش هينفع استخدم this فهستخدم these بتاعت الجمع وthis للمفرد. طب انا ليه استخدمت this وthese؟ this للقريب، الحاجه المفرد القريب. يعني انا ممكن استخدم هنا
كلمه ذات لو كانت الحاجه اللي انت بتسال على ملكيتها بعيد وانت بتشاور. تمام. وممكن استخدم برضو هنا ذوس لو كانت جمع وهي بعيد وانت بتشاور. تمام. 100 100. تعالى كده نرجع للاسئله، او اكلمك الاول عن this وذات عشان سيادتك ما تتوهش مني وتبقى عارف اللي انا قلته. عندك كلمه this وعندك كلمه ذات، الاثنين بيعبروا عن المفرد، ولكن كلمه this مفرد قريب وكلمه ذات مفرد للبعيد. يبقى this الاثنين هنستخدم معاهم is. طب اما عندك كلمه these وكلمه those برضو ده اللي هي these للجمع ولكن للقريب، وذوس للجمع لكن للبعيد. الاثنين جمع وهنستخدم معاهم ار. تمام. 100 100. تعالى كده نحل مع بعض الاسئله دي. احنا وقفنا هنا عند السؤال رقم 4 وهتلاقيني اقول لك باج از ذس. انا هنا كلمه باج بتسال عن ملكيه، لان انا بقول لك اتس اشرف بتاع اشرف. هو از، لا دي هو از باج، يعني مين بيكون شنطه؟ اكيد لا مش هتبقى بالشكل ده. هو لا هو وير، اكيد مش وير. ده هنا سؤال عن ملكيه فهنستخدم هوز. تمام. تيك بوك اسامه، واخد بالك من هنا كوما، عندك كوما، يعني هنا ده منادى، الاسم اللي بننده عليه. خد كتابك يا اسامه، كتابك انت يا اسامه، يعني قدامك بتقول له انت يور. تمام. هنا names are دينا and منى. الاسماء دي بتاعت مين؟ بتاعتنا احنا ولا بتاعتكم انتم ولا بتاعتنا؟ هقول لك اسمائنا دينا اند منى، ولا اسمائهم هم دينا اند منى. المهم ان انا بعد النقط عندي في هنا اسم، وطالما انا عندي اسم يبقى انا عايز صفه ملكيه. صفه الملكيه زي لا ده ضمير فاعل، ده ضمير مفعول، فعندك زير يا ذيرز. ذيرز ده ضمير ملكيه ما ينفعش عشان ده ما بيجيش بعديه اسم، اللي بيجي بعديه اسم هو كلمه زير. وبكده سيادتك نكون احنا وصلنا لنهايه المحاضره الاولى التاسيسيه، واستنى مني المحاضرات الثانيه. وما تقلقش احنا مش بادئين متاخر ولا حاجه، سيادتك لسه الدراسه بتاعتك يوم 21 واحنا معانا باع كبير قوي، لسه فتره كبيره قوي هنخلص فيها المنهج، وقبل الامتحانات بتاعتنا بشهر بشهر، ونراجع ونحل كتير قوي لحد ما نزهق. ما تقلقش، بعد المحاضرات التاسيسيه بتاعتنا هتلاقيني ببدا معاك من اول حاجه خالص من يونت 1 في المنهج، وهشرح لك كل التفاصيل سواء كان فوكاب، جرامر، حتى الاسيز والسكيلز. مش هننسى السكيلز وهنتكلم عن كل السكيلز وكل حاجه في اليونتس بتاعتنا. تمام. ما تنساش تابعني، والفايل اللي انا هسيبه لك ده سيادتك هيبقى فيه الاسئله بتاعتك، هتكمل باقي الاسئله. سايب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، ادخل على الملف البي دي اف، شوف الشرح وحل عليه، وربنا يوفقكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش تدعمونا، وسلام.